هتلاقوه كده ما بين التقطيع، وكانت متبهدله قوي بصراحه، ومبقتش عارفه اعمل ايه. غلبتني يعني، انا منضفاها من اولها. كانت اسهل، بتبقى طبعا سليمه مش متقطعه، فبتنضفها كويس وبتشيل طبقه. يعني في الرجل السمرة دي بتك عليها في التسويه شويه، واقوم شايله طبقه جلد كده خفيفه كده وانا بنضفها. انما في دي برضو انا في الاخر خليتها زي الفل. هقول لكم عملت فيها ايه دلوقتي. انا بستخدم اللي هي مكنه الحلاقه العاديه دي، بجيب واحده تقريبا سعرها رخيص، تقريبا 5 جنيه، مش غاليه يعني. بشتريها مخصوص لتنظيف الكارع، لان طبعا لازم تبقى نظيفه. فانا بقى ايه، فضلت احاول فيه كده بالسكينه زي ما بقول لكم، غلبني غلبني كده، بس بصراحه خليته ايه قشطه. انا طبعا ما ارتحتش الا لما نضف. بقيت احاول اشيل طبقات الجلد اللي هي الوحشه عشان تطلع طبعا بالشعر زي ما قلت لكم. ولان الرجل دي سمرة، فبيبقى تحت الجلد بيبقى الشعر باين كده، اللي هو ايه، حتت سمرة حتت سمرة. فانت ما بتسويها بتبان في التسوية. انا عملت حيلة حلوة جدا، هقول لكم عليها في الاخر، وانا هوريها لكم يعني في الاخر وانا بعملها. انا فضلت طبعا اشيل كده في الاول على قد ما قدرت، وزي ما قلت لكم بقيت اشيل حتت جلد كده، يعني طبقة خفيفة، بحيث اتاكد ان هي نظيفة. بس طبعا كان في اماكن فيها ما عرفتش اوصل يعني للنتيجة دي. وبقيت ايه